أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. شاهد بالصور كيم كارداشيان تستعرض خسران نحيل في الجيم. شاركت نجمة التلفزيون الواقعة الأمريكية كيم كارداشيان جمهورها بمقطع فيديو جديد لها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام. وظهرت كيم في الفيديو بإطلالة رياضية أثناء ممارسة التمارين الرياضية في صالتها الرياضية الخاصة، حيث ارتدت بنطلون مجسم باللون الأسود وتوب مكشف البطن بنفس اللون، وهو ما كشف عن خصرها النحيل. وظهرت كيم كارداشيان والبالغة من العمر 43 عام على سلم ميت 2024 بإطلالة أزياء مبهرة وملفتة للنظر، حيث ظهرت بفستان من تصميم ميزون مارتن مارجيلا، كما اختارت ارتداء كرسي ضيق ومشدود للغاية، وهو ما كان حديث الكثيرون حول كيفية تنفسها بسبب ضيقه. وقال الكثيرون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أنها فضلت أن تطل بإطلالة جميلة على أن تبدو مرتاحة وحرة الحركة، كما انتقدها البعض أيضا بسبب أن إطلالتها هذه قد تسبب لها مجموعة مشاكل صحية مختلفة، وصفها البعض بالجنون. كيم كارداشيان هي ناشطة اجتماعية وإعلامية وسيدة أعمال وعارضة ومصممة أزياء أمريكية. ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا. اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، وفي عام 2007 أصبحت كارداشيان تسهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians، وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج، ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيم تيك ميامي. وفي عام 2010 ذكرت التقارير بأن كارداشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجرا مع عائدات تقدر ب6 ملايين دولار. وفي عام 2015 أفادت التقارير بأن مجموع أرباحها وصل ل 53 مليون دولار. ولدت كيم كارداشيان في الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية. وسبق لكارداشيان الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000، ثم طلقها في عام 2004، ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس هامفرز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري. لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس هامفرز في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوم فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها. وفي يوم السبت في تاريخ 24 مايو 2014 تزوجت من كيني ويست في حفل أسطوري في إيطاليا، وقد وقع الطلاق رسميا بينهما في 29 نوفمبر 2022. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.